شنطة رمضان بقت واحدة من أهم الحاجات اللي كل بيت بيدور عليها قبل دخول الشهر الكريم، خصوصا مع حركة الأسعار واختلاف إمكانيات الأسر. علشان كده ناس كتير بتسأل: شنطة رمضان 2026 بكام؟ وفيها إيه؟ واشتريها منين؟ شنطة رمضان هي كرتونة أو كيس فيه السلع الغذائية الأساسية اللي بتستخدم يوميا في رمضان، وبتتقدم بسعر أقل من السوق علشان تخفف العبء عن الناس، وده اللي مخليها مطلوبة بشكل كبير كل سنة. السنة دي في رمضان 2026 الجهات الرسمية أعلنت عن تخفيضات بتوصل ل 30% على شنط رمضان، وبتطرح من خلال معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات الخيرية وكمان بعض السلاسل التجارية الكبيرة. متوسط سعر شنطة رمضان الأساسية بيتراوح ما بين 120 ل 150 جنيه، ودي أكتر فئة منتشرة وبتكفي احتياجات أساسية لأسرة صغيرة. أما الشنط الأكبر اللي بيكون فيها أصناف أكتر أو لحوم ودواجن مجمدة فأسعارها بتعلى وبتوصل في بعض العروض لحوالي 700 جنيه حسب الوزن وعدد الأصناف. شنطة رمضان العادية غالبا بتبقى فيها سكر ورز وزيت ومكرونة وصلصة، وفي شنط بتضم فول أو عدس أو شاي أو سمنة حسب العرض والسعر. أما شنط يميش رمضان فبتبدأ أسعارها من حوالي 500 جنيه، وبتزيد حسب الكمية ونوع المكسرات والفواكه المجففة زي البلح وقمر الدين والزبيب والتمر الهندي وجوز الهند. وفي شنط يميش كبيرة أسعارها بتوصل لأكتر من 1800 جنيه. الشنط متاحة في معارض أهلا رمضان اللي بتنتشر في كل المحافظات، وكمان في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمنصات الإلكترونية. وكل السلع المطروحة بتخضع لرقابة على الجودة والأسعار. ونصيحة مهمة لأي حد ناوي يشتري: حاول تشتري بدري وتقارن بين العروض وتركز على السلع الأساسية، لأن الشراء قبل الزحمة وقبل أي زيادات محتملة بيوفر فلوس وبيخليك تدخل رمضان وانت مطمن.